هذه هي. أما قضية تزيين صورة المدير حكّار والآخر اللي قُلت لك، أنا قُلت لك سما الرئيس زكّى إنسان ومن بعد يضطر إلى إقالته. هنا تطرح عدة أسئلة كنا هدرناها في اللايف تاع الصباح. يعني هناك معطيات غير حقيقية تصل إلى الرئيس وكيما نقولوا حنايا يورطوه، ماشي زعما دوك مثلًا نعطيك مثال. لو كان هذا اللي راهو يغطي على حكّار اكتفى ببقاء حكّار في المسؤولية، عنده مصلحة مع حكّار، نفرضوا واحد من المحيط تاع تبون عنده مصلحة مع حكّار، يضرب على حكّار باش يبقى في المنصب تاعو، سي نورمال، بصح يضرب عليه في الكواليس. بصح لمّا يجي تبون يخرج للأضواء ويزكي هذاك المسؤول، نورمالمون هذا الإنسان اللي راهو مدعّم حكّار يقول للرئيس لأ، لا تتورط. هو يقول له: "لا تتورط يا سيادة الرئيس، لا تعلن دعمك العلني لهذا المسؤول، وغدوة كش ما يدير منا." إذًا هُم هاد الناس اللي راهم في محيط تبون للأسف الشديد يريدون أنه يربحوا ويخسروا تبون. شغل واحد أنت نعطيك عفسة، وهذه صرات لي أنا شخصيًا يعني. أنا من المحيط تاع ناصر بوتفليقة على دقيت معاهم. دقيت معاهم لأنهم ما كانوش حابين ينهبوا أموال الدولة فقط من خزينة وزارة التكوين المهني، كانوا حابين ينهبوا أموال الدولة ويزيدوا يباصيوك. إذًا هنا تشوف الرغبة تاع الناس هاذو اللي عطاو تقارير مغلوطة للرئيس، ما كانش هدفهم بقاء حكّار PDG، ما كانش هدفه فقط بقاء حكّار PDG، كان هدفه توريط الرئيس. وعملية توريط الرئيس إلا تشوفوها في اللايفات تاوعنا كنا حذّرنا منها الرئيس تبون، قلنا له: "يا سيادة الرئيس أنت لازم تبقى في موقع المراقب، ما لازمش يجروك باش أنت تسني مكان الوالي، وتسني مكان الوزير، وتسني حتى مكان رئيس بلدية ورئيس دايرة." شفاو تناولناها في اللايفات، قلنا لسيادة الرئيس أن هناك أطراف تدفع إلى توريطك في التسيير. ألور أنت كرئيس أنت مطالب بالتوجيه، أنت توجه السياسة العامة، لا تسير. إذا أنت لما يورطوك في التسيير، هل ستحافظ على وظيفة المراقبة؟ كما حكاية بومدين اللي حكيناها لكم بارك الله فيك. إذا أنت ورطوك في التسيير، غدوة تكون عندك سلطة المراقبة، اللي تهدر معاه يقول لك أنت سنيت يا سيادة الرئيس. وحقيقة تحولت مجالس الوزراء إلى سلطة لتسير الحكومة، وهذا خطأ. الحكومة عزفت عن التسيير بالوزراء تاعها وألقت المسؤولية للرئيس، ولا الرئيس يسني في كل شيء، حتى القرارات التي من المفروض أن لا تصل إلى مجلس الوزراء ولاو يبلوكيوها الوزراء ما يخدموش خدمتهم بما فيهم الوزير الأول، ويطبعوا على الرئيس باش يسني على كلش. فهمت؟ وهذه حذرنا منها الرئيس تبون. نفس الشيء فيما يخص سوناطراك، مثلا بوتفليقة مثلا، هل كان بوتفليقة يخرج ويزكي مدير سوناطراك؟ ما عمره ما يديرها، صراحة ما يديرهاش، على الرغم من أنه ممكن السعيد راه ياكل يهبر من سوناطراك ليل ونهار، بصح عمره ما يطفيش مع مدير سوناطراك، وغدوة كي يدير غلطة سما تتحسب عليه. وهذوك القرارات اللي كان يسالي فيهم الرئيس تبون من أجل باش يديبلوكي لي بروجي تاع لي زانفستيسور او نيفو دي ولاية هذوك، واش قلنا للرئيس؟ قلنا له: مخطئك يا سيادة الرئيس، أنت لما تسني لونتربرونور تسني له مشروعه، خلاص هذاك المشروع تسمى باسم التبون، مشروع تبون. إذا لونتربرونور هذاك لما يدير أخطاء تحتسب على ظهر تبون، لأنه تبون هو اللي يسني لك، هو اللي يعطيك لوتوريزاسيون. وكنا نصحنا الرئيس تبون في وقته: لا تتورط يا سيادة الرئيس في التسيير، كل واحد مسؤول. كيما بومدين لما هبط كان عنده الحل ما يعطيهولوش،
كل واحد مسؤول على رقعته، كل واحد مسؤول على مسؤوليته. هذه هي. إذا أنت مثلًا عندك مصلحة مع حكّار، معليش ما فيهاش عيب، على بالنا بلي البلاد تمشي هكذا، نحسب حاجة غريبة، على بالنا بلي كل واحد يضرب على المسؤول اللي راهو ياكل معاه، باينة هذه بلادنا علاش ما طلعتش هكذا. بصح لمّا بتجي فرضية باش الرئيس يتورط تقول له لا سيادة الرئيس، صح أنا عطيتك معلومات على حكّار، وفعلًا حكّار إنسان مجتهد على حسابك ويخدم منا، بصح لا يجب يا سيادة الرئيس أنك تصرّح علنيةً وتزكّيه، فهمت؟ الناس تفهم حاجة واحدة أخرى، فهمت؟ ممكن تتهمك بأنك أنت راك تهرقم من صنادرك. إذًا العملية وشنو؟ نتمنى أن الرئيس يعاود يولي إلى موقعه كرئيس، رئيس يراقب، يعطي التوجهات العامة ويراقب. مجالس الوزراء اللي فيها 77 قرار هذه كلها خاطئة، كلها خاطئة. مجالس الوزراء لما تجتمع تراقب المخططات، تعاود تراجع المخططات وتنجكتي فيهم قرارات بحضور اللجنة التي قامت بإعداد المخطط، فهمت؟ ومن بعد أنت واش دير؟ تقعد هكذا وتراقب الناس تخدم، واللي ما يخدمش توبخه، واللي يخدم ما تزكيهش، قول له راك في الطريق الصحيح، زيد بذل مجهودات، لا أزكيك. فهمت المشكل وراه؟ هذه هي الفكرة. الفكرة هي الإساءة هذيك اللي ماشي مليحة، تربح من عند سناطرك الله يسهل عليك، بصح ما تورّطش الرئيس، ما تقولش الرئيس زكّي فلان، زكّيه هذاك مليح عطي له الضمانات هذا خطأ استراتيجي قاتل، هذه هي المشكلة.